السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في قناتكم حكايتي بلساني. اليوم جبت لكم موديلات زوينة ديال البيجامات، ومعها حكاية خفيفة ومختلفة فيها الخياطة والضحك ومواقف مع الزبونات غادي تخليكم تبتسموا. خليكم معايا حتى الأخير ونبداو الحكاية ديال اليوم. السلام عليكم، أنا فاطمة، عمري 38 عام، وخياطة هذه أكثر من 15 عام. إلا كنتو أول مرة كتسمعوني، فأنا واحد المرأة اللي عادية بحال بزاف ديال العيالات. حياتي ما كانتش كلها سهلة، ولكن الخياطة كانت دائما الحاجة اللي كتخليني نحس براسي عندي شي حاجة ديالي. واليوم بغيت نحكي لكم واحد الفترة من حياتي اللي فين ما تذكرتها كنبقى غير كنضحك غير بوحدي، وفي نفس الوقت كنقول سبحان الله. شي مرات الإنسان كيتعلم أكبر الدروس من المواقف البسيطة اللي ما كانش متوقعها. الحكاية بدات نهار فتحت المحل ديالي، ما كانش محل كبير وغير في واحد البلاصة اللي صغيرة، فيه الماكينة وطابلة ديال الفصالة والمراية وشوية ديال التواب، وواحد الخزانة اللي صغيرة حاطة فيها الخيوط والمقاس، وراكو عارفين الاحتياجات ديال الخياطة. ولكن بالنسبة ليا كان هذاك المحل بحال شي قصر. كنت كل صباح كنحل الباب وأنا فرحانة، كنمسح الغبرة وكنشطب قدام الباب وكنحل الشراجم وكنخدم الماكينة ديالي وكنقول بسم الله، الله يجعل هذا النهار مبارك. وكانت أول حاجة تعلمتها في الخياطة هي الصبر، ولكن ما كنتش عارفة أني غادي نتعلم الصبر بزاف مع الكليانات. أول كليانة كانت كتدخل عندي كتقول فاطمة بغيت هاد الموديل، كنقول لها واخا مرحبا، ومن بعد كتقول ولكن بدليه شوية، كنقول لها مرحبا نبدلو، وتقول لا لا رجعيه بحال الاول، كنقول لها صافي واخا نرجعوه بحال الاول، كتقول ولكن زيدي شي حاجة هنا، كنقول لها صافي نزيد، كتقول لي لا 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 حيديه. واحد النهار دخلت عندي واحد الكليانة وقلت لها عافاك، قبل ما نبدا واش نقدر نعرف شنو بغيتي بالضبط؟ قالت لي كون كنت عارفة شنو بغيت كون خيطتو بوحدي. قلت فراسي عندها الحق، ولكن أكثر وحدة دخلت لحياتي وكانت سبب في مواقف ما تنساش هي حليمة. حليمة كانت الجارة ديالي في المحل، كانت واحد المرأة اللي ظريفة بزاف، ولكن عندها واحد المشكل، كتبدل رأيها بالزربة. إلا قالت لك في الصباح اليوم غادي ندير هاد الحاجة ما تفرحيش، حيت مع العصر ممكن تقول لك لا بدلت رأيي. أول مرة جات عندي بغات بيجامة، قالت لي بغيتها تكون شي خياطة غير خفيفة وبسيطة، ما بغيتش شي حاجة مشارجية. لا واخا مرحبا. هي تقول لي ولكن في نفس الوقت تبان فخمة، قلت لها واخا مرحبا. قالت لي ومريحة، قلت لها واخا. قالت لي وفيها الزواق، قلت لها واخا. قالت لي ولكن الزواق ما يكونش بزاف، قلت لها واخا. قالت لي والسروال يكون واسع، قلت لها مرحبا. قالت لي ولكن ما يكونش واسع بزاف. وقتها حطيت الستيلو وقلت ليها حليمة واش بغيتي بيجامة ولا بغيتي مني نختار عليك شي توب جديد؟ قالت لي يا فاطمة انتي ما كتفهمينيش. قلت لها لا انا فهمتك، غير التوب اللي ما غيفهمكش. ضحكات، خديت لها القياسات وفعلا خدمت لها واحد البيجامة اللي زوينة. نهار جات تاخدها لبساتها، شافت راسها في المراية وقالت واو زوينة بزاف. فرحت وقلت الحمد لله. ولكن داز غير شوية ديال الوقت هي تقول لي الكم شوية طويل، وانا نقصروا ليها هي تقول لي دابا قصير. لا ولكن انت اللي قلتي لي قصري. قالت لي ولكن ما كنتش عارفه شحال. قلت لها حليمه واش بغيتيني نجيب مسطره ونقيس لك حتى المورال ديالك؟ ضحكات، صلحت ليها لكم. من بعد قالت لي السروال، قلت لها لا. قالت لي شنو؟ قلت لها السروال مزيان. قالت لي لا بغيتو شويه يوسع. قلت لها ولكن قلتي لي ما يكونش واسع بزاف. قالت لي دابا تبدل رايي.
قلت لها الرأي ديالك كيتبدل كتر من حالة الطقس، ومن داك النهار ولات صاحبتي. ولكن مع حليمة تعلمت واحد الحاجة: ما تناقش المرأة ملي تكون كتقيس البيجامة قدام المراية. خليها تشوف، خليها تدور، خليها تفكر، وخلي المقص بعيد بزاف. ومع مرور الوقت بدا المحل ديالي كيعمر، كانوا كيجيوني الكليانات من أحياء أخرى، كانت كل وحدة وعندها قصتها. كاينة اللي كتخيط غير باش تفرح بنتها، وكاينة اللي كتوجد اللباس ديال العرس، وكاينة اللي كتبغي غير تصلح هكا لباس قديم، يعني كتخدم غير روتوشات على حسب الظروف، ما كانتش مساعداها تشري اللباس اللي جديد. وكانت اللي كتجي غير كتبغي تعاود لك قصة حياتها، كديرك بحال شي طبيب نفساني، كتخوي عليك قلبها وكتمشي في حالها. وكانت واحد السيدة اللي سميتها رقية. رقية كانت واحد السيدة اللي مهدنة بزاف. دخلت عندي واحد النهار وقالت لي: بغيتك تخيطي ليا شي بيجامة. قلت لها مرحبا. قالت لي: ولكن بغيتها تكون عريضة ومريحة بزاف. قلت لها إن شاء الله. خديت لها المقاسات وهي تقول لي: يا فاطمة، عافاك ما تكونش ضيقة. قلت لها: واخا. ومن بعد بقات ساكتة، وانا نقول لها: شنو اللون اللي بغيتي؟ قالت لي: اي لون. قلت لها: اي لون؟ قالت لي: قلت لها: واش ما عندكش شي لون كتفضليه وكيعجبك؟ قالت لي: لا. استغربت، قلت لها: اي مرة عندها شي لون كيعجبها وكتفرح به. ضحكات وقالت لي: انا نسيت شنو كيعجبني. هاد الجملة بقات في بالي. خدمت لها واحد البيجامة بواحد اللون اللي هادئ وموديل اللي مريح. منين جات خداتها قالت لي: يا فاطمة، علاش اختاريتي هاد اللون؟ قلت لها: حيت حسيتو غادي يجي عليك. قالت لي: عجبني. ومن بعد قالت لي: بصراحة هذه أول مرة نشري حاجة لراسي من مدة طويلة. سولتها: علاش؟ قالت لي: حيت كلشي كنشريه لولادي. قلت لها: وانتي؟ قالت لي: انا دائما كنخلي راسي من بعد. ومن داك النهار بديت كنلاحظ ان بزاف ديال العيالات عايشين بهاد الطريقه، كلشي قبلهم، هما دائما في الاخير. حتى لواحد النهار ودخلت عندي واحد الشابه كتقلب على بيجامه لامها. قالت لي: بغيت شي بيجامه اللي تكون مريحه وفضفاضه، حيت ماما كتضرب تماره بزاف. سولتها: وعلاش ماماك ما تجيش تختار بوحدها؟ قالت لي: احياني ماما ما غاديش تبغي تشري لراسها. قلت لها: وعلاش؟ قالت لي: هي دائما تتقول انا ما محتاجاش. انا ضحكت وقلت ليها: الامهات عندهم واحد المرض كاملين متفقين عليه. قالت لي: اشنا هو؟ قلت ليها: كيشوفوا كلشي محتاج الا هما. وضحكات وبقات هاد الجمله كدور في بالي. من بعد ايام جابت البنت الام ديالها للمحل. كانت واحد المراه اللي كبيره شويه ومهدنه. قالت لي: بنتي بغاتني نختار. قلت لها: مرحبا. بقيت كنوريها الموديلات، كل مره كتقول لي: لا هذه غاليه، هذه ما محتاجاهاش، هذه زوينه ولكن ماشي ضروريه. بنتها قالت: ماما، اختاري اللي يعجبك. قالت ليها: ماشي ضروري. قالت ليها: عافاك، اليوم الا ما نساي كلشي فكري في راسك واختاري اللي كيعجبك. وشافت فيا وانا نقول ليها: اختاري اللون اللي كيعجبك، وهي تبقى كتفرج في الموديلات. ومن بعد هي تشير لواحد الموديل، قالت لي: هذا اللون عجبني. قلت لها: صافي. بنتها فرحات وحتى انا فرحت، حيت حسيت انني ما بعتش غير بيجامه، حسيت اني عاونت واحد المراه تقول هاد الحاجه بغيتها، وماشي دائما ماشي ضروري. ومع مرور الشهور المحل ديالي ولا معروف، ولكن الشهرة ديالي ما كانتش غير بسبب الخياطة، كانت بسبب حليمة. اي وحده كتدخل عندي كتلقى حليمة جالسة وكتقول لي: يا فاطمة، هذيك لي انا جديدة. كنقول لها: كتقول لي: مزيان. كتبدا عليها بالهضرة: خدمتها زوينة. واحد المرة قالت ليها: واش انتي خدامة هنا؟ قالت ليها حليمة: لا، انا المراقبة العامة. قلت ليها: حليمة، غادي نخلصك غير باش تسكتي. قالت لي: انا الخدمه ديالي مهمه. قلت لها: مهمه في تعطيل الخدمه. وفي واحد النهار وقع واحد الموقف اللي ما عمري غنساه.
جات عندي واحد الكليانة اللي مزروبة بزاف، قالت لي فاطمة بغيت البيجامة اليوم، قلت لها اليوم؟ قالت لي قلت لها علاش؟ قالت لي عندي الضياف في الليل، قلت لها وعلاش البيجامة غتلبسيها قدام الضياف؟ سكتات وقالت لي ما نعرف. وكانت حليمة حاضرة معانا، هي تقول يمكن الضياف غادي ينعسو عندها. ايوا بقينا كنضحكو كاملين، ولكن الكليانة قالت لي بغيت غير شي حاجة هكا خفيفة خدميها ليا بالزربة، وخدمت ليها واحد البيجامة اللي بسيطة. ومني جات خداتها قالت لي الله يعطيك الصحة، قلت لها بالصحة والراحة. قالت لي عرفتي يا فاطمة، شي مرات الواحد كيكون مضغوط كيحتاج واخا غير شي حاجة هكا بسيطة تفرحو. وفي هذاك الوقت حسيت أن الخياطة فعلا ماشي غير مهنة، كانت كتدخلني لعالم الناس، كتسمع قصصهم، كنشوف أفراحهم، كنشوف تعبهم وحتى ضحكهم، وكنت كنقول سبحان الله كل دار عندها حكاية. ولكن أكبر حكاية كانت ديالي أنا، حيت مع الوقت وليت كنسى راسي، كنت كنخدم من الصباح حتى الليل، كنخيط للناس ونرجع للدار ونكمل الخدمة، حتى لواحد النهار ودخلت للدار وانا نحل الماريو ديالي، وبقيت كنشوف، لقيت بانني ما عنديش حتى بيجامه جديده. قلت واش هادشي معقول؟ انا اللي كنخيط للناس الكاملين وما عنديش حتى بيجامه جديده. بقيت كنضحك غير بوحدي، قلت والله حتى نخيط لراسي. وخديت واحد الثوب كان عندي كنت مخلياه وجلست في الماكينه وخدمت وما زربتش على راسي. قلت خاصني ما نساليش بالزربه، خليني نختار لراسي ونخدم على خاطر خاطري. خدمت سروال واسع والفوقاني مريح، واختاريت اللون اللي كنت كنبغيه من صغري، ومن بعد لبستها. وقفت قدام المراية وبقيت كنشوف راسي، ما كان شي تغيير كبير، نفس الدار، نفس المراية، نفس أنا، ولكن الإحساس كان مختلف. قلت فاطمة حتى انتي تستاهلي. ومن داك النهار وليت كنحاول ما نخليش راسي دائما في الأخير. ماشي معنى هادشي أنني غادي نهمل الناس، لا، ولكن غادي نتذكر أنني حتى أنا إنسانة، حتى أنا كنتعب، حتى أنا كنفرح، حتى أنا كنحتاج الراحة. وحليمة بقات هي حليمة. واحد النهار دخلت عندي وقالت لي يا فاطمة بغيت آخر بيجامة خيطتي. قلت لها علاش؟ قالت لي حيت شفتك لابساها. قلت لها عجباتك؟ قلت ليها ايوا لا عجباتك نخيط لك بحالها، ولكن ما تبقايش تبدلي ليا في رايك، لا نقصي الطول لا زيدي الطول لا نقصي العرض لا زيدي العرض. قالت لي لا اكيد. قلت لها متاكده؟ قالت لي والله. قلت خديت لها القياسات وخدمت لها بيجامه، جات خداتها ولبساتها، شافت راسها في المرايه وقالت زوينه. قلت الحمد لله وسكتات. وانا خفت الا تبدا عاوتاني تقول لي لا نقصي لا زيدي. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي والو. قلت لها ما كاين حتى تغيير. قالت لي لا. قلت لها السروال؟ قالت لي مزيان. قلت لها الكم؟ قالت لي مزيان. قلت لها اللون؟ قالت لي مزيان. قلت لها الزواق؟ قالت لي مزيان. بقيت كنشوف فيها. قلت حليمه واش انت مريضه؟ قالت لي علاش؟ قلت لها حيت اول مره كتخرجي من عندي بلا ما تبدلي شي حاجه. ضحكات وقالت لي تعلمت الدرس. ومن بعد قالت لي يا فاطمة عارفة شنو تعلمت منك؟ قلت لها شنو؟ قالت لي أن الإنسان خاصو يعرف أشنو اللي كيريحو. قلت لها وعلاش؟ قالت لي حيت الراحة ماشي في الكسل. هاد الجملة عجباتني بزاف، حيت فعلا الراحة ماشي في الكسل، الاهتمام بالنفس ماشي أنانية، والفرحة بالحاجة البسيطة ماشي تبذير. ومن داك النهار ولات حليمة كل مرة كتجي عندي كتجيب معاها أتاي تقول لي هادشي من حقك. كنقول ليها واش هادشي رشوة باش نخدم لك البيجامات؟ كتقول لي لا هذه مصاريف ديال المفاوضات. وبقات صداقتنا سنين، انا نخيط وهي تبدل رايها، وانا نغضب وهي تضحك، ومن بعد نرجعو نضحكو بجوج. ولكن وسط هاد الضحك كامل بقات عندي واحد الفكرة. الخياطة علمتني أن كل مرة كتدخل عندي عندها قصة، كاينة اللي داخلة فرحانة، كاين اللي داخلة مكسورة، كاين اللي داخلة كتوجد لعرس بنتها، كاينة اللي داخلة كتوجد الولادة.
كاينة اللي داخلة غير بغات تفرح براسها، وكاينة اللي كتقول أنا ما كنستاهلش. وأنا اليوم بغيت نقول لكل وحدة كتسمعني لا، انتي كتستاهلي، ماشي ضروري شي حاجة كبيرة، حتى الحاجة الصغيرة اللي كتفرحك، حتى البيجامة اللي كتلبسيها في الدار، حتى اللحظة اللي كتجلسي فيها مع كاس اتاي، حتى الضحكة اللي كتخرجيها من قلبك. ما تخليش حياتك كلها تكون من بعد، حيت من بعد مرات كتسرق منا بزاف ديال الحوايج. انا فاطمه، هذه كانت حكايتي، حكايه الخياطه اللي كانت كتظن انها كتخيط غير الثوب، ولكن مع الوقت اكتشفت انها كتخيط حتى الذكريات. لو كنتو كتفرجوا دابا في هاد الموديلات ديال البيجامات، بغيت نعرف منكم اشنو كيعني ليكم اهم حاجه في البيجامه ديال الدار؟ الراحه، الثوب، الموديل، اللون، ولا كتقولوا بحال حليمه بغيتها واسعه ولكن ماشي واسعة بزاف؟ كتبوا لي في التعليقات. ولا عجبتكم الحكاية خليو لي واحد الكلمة زوينة باش نعرف انكم بغيتوا هاد النوع ديال القصص اللي فيها الخياطة، الضحك والحياة اليومية. وانا نتلاقى معكم في حكاية جديدة من حكايتي بلساني. الله يفرح كل قلب تعبان، ويعطي كل مرة كتسمعني راحة البال، ويخلي كل وحدة فيكم تعرف ان الاهتمام براسها ماشي انانية. وحتى نتلاقاو، خليو ديما عندكم حاجة صغيرة كتفرحكم.